ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا والضغط على زر الجرس. السلام عليكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم معنا في أحداث جديدة من مسلسل الميراث. سألت خديجة الفتاة عن اسمها، وسألتها عن مكان تواجد أبويها، فلم ترد عليها واكتفت فقط بالنظر إلى خديجة. وسألتها أيضا هل هي من أقارب يوسف، فلم ترد عليها أيضا. وقالت لها خديجة لا تخافي، فأنا أسألك إذا ما كنت جائعة أو محتاجة لأي شيء. فردت عليها الفتاة وقالت لها خذيني إلى غرفة يوسف. فسألتها خديجة لماذا تريد الذهاب لغرفة يوسف، واكتفت أيضا الفتاة بالسكوت ولم ترد عليها خديجة. ووافقت خديجة إلى أخذها إلى غرفة يوسف. الكل في المستشفى على أعصابه، وقالت شهد إلى متى سنظل هكذا؟ وقالت يجب أن نخبر جدي، وأنا متأكدة أنها ستتحسن إذا رأته. وقالت لها حور كيف نخبره ونحن لا نعلم مكانه؟ وقالت شهد أنا أعلم مكانه لأنه تواصل معي منذ فترة، لكن أخبرني ألا أطلعكم على الأمر، ومن حقه الآن أن يعرف، وأنا سأتصل به. أتى الدكتور وقال لهم نحن حاولنا أن نعمل كل ما في استطاعتنا، لكن للأسف أزمة قلبية حادة، ادعوا لها بالرحمة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.